مبروك يا معلم للي اتفرج على الماتش واللي ما اتفرجش. طالما انت برشلوني يبقى انت مبسوط النهارده. وبما ان النهارده في كان نوش كتير، بس الواحد اللي يلحق يعني، الواحد يعني شغال ويشوف دنيته فاهم، فيلحق بقى المباراه اللي احنا نحل بيها. فاهمني؟ الناس كانت بتفطر الصبح، احنا بقى نحل في الاخر. بس بما ان اللي هو على قد اللي انت كسبت النهارده وعملت اداء نسبيا كويس، بس انت في اخبار مش مبشره بخير. تقول لي ليه الدخله دي ما تبقاش واد فقيع؟ حوار جندوجان يا معلم هنتكلم فيه، بس انت قبل ما تتفرج عايز تعمل اللايك يا اسطى. نورنا ولف لفه كده حلوه، الدنيا بايظه خربانه. انا مش عايز اوقف حلمي يا جدعان، الله يخرب بيوتكم. يعني احنا بنبقى واصلين 1000 وي ايه في ايه؟ ما علينا، واصلين 1000 وي ويبقى 9 عيب يا جدعان. بس ما علينا، نخش في الموضوع ومفيش اي حاجه. ولو مش عاجبك الكلمتين دول عادي يا معلم، فنخش في الموضوع ونتكلم على طريقه المباراه بهانز فليك. نسبيا جيد، مش جيد جدا. هتقول لي ليه الدرجه دي؟ اقول لك عشان نسبه الاصابات اللي كانت موجوده، وحوار اللي هو ما يتش داني اولمو، وحوار الصحافه اللي قعدت تهري وتقول لك اللي هو كذاب ومش كذاب. طب ما انت عارف يا ابن العبيطه، بس انتوا بتوع حوارات، انتوا اللي عايزين توقعوا النادي ودين الله ودين الله كده. بتوع صحافه برشلونه دي تطخ عليهم كده، تجيب الي ودي على طول، عشان دول عالم مقرفه، عالم حوش، عالم نار. انتوا عايزين ايه مننا يا جدعان؟ سيبوا النادي يعلى شويه، تسمع علينا. اوكي، نتكلم بس في نقطة اللي هو ايه قبل ما نبتدي الماتش. ليفاندوفسكي اللهم صل عليك يا عم، هي دي الفورمة اللي احنا عايزينها، هي دي الكور اللي من انصف فرص. سيبك من ضربة الجزاء، بس انا احب الكور اللي هي ايه، هي بايظة بس تجيبها، ميتة تجيبها، تملكها، تضرب كده. ما علينا يعني. وبما ان اللي احنا نرجع لحوار الصحافة، اهدوا شوية يا جدعان عشان الموضوع ده بقى مستفز بأمانة. يعني انت ده شغل بقى تعريض بقى، ده التعريض. حوار بقى لكاي جندوجان اللي هو هيعلن رحيله، كلنا عارفين اللي هو عشان داني اولمو يتسجل، بس مش ده اللي انت تضحي بيه. الله يخرب بيت ابوكوا، خلتونا هتخلونا نكره النادي ونكره الاداريين الفاشلين اللي فيه. النادي نفسه يبقى كويس. ما علينا. وحوار تياجو الكانتارا، هو عايز يا معلم رخصة التدريب، دي الخبر اللي انا عارفه. بس احنا نخش بقى في نقطة الموضوع بتاعت صفة الماتش، عشان اتخنقت ومفيش اي حاجة لحد دلوقتي قلتها كويسة غير كاسادو الراجل اللي هو مركز 6. اللهم صل على النبي عليك يا معلم، وربنا يبارك يعني فاهم، وتفضل عامل اداء كويس ويحميك من الاصابات. هتقول لي بقى يا معلم نقطة مثالية، مين كاسادو ده؟ ده لاعب ناشئ من برشلونة وعمل اداء كويس قدام فالنسيا، وانا يعتبر انا كنت عارفه من ايام فيفا، عشان انا كنت بشوف مين بقى اللعيبة، لكن انا ما كنتش اعرفه شخصيا يعني عامة، يعني ما كانش معروف. وفي البري سيزون كان عامل اداء نسبيا كويس، بس انا ما اعرفش اللي هو كان جامد، وده مكسب كبير. واتمنى اللي هو زي باو فيكتور اللي هو برضه اللي كان جايب اجوان في البري سيزون، يعتبر عمل اداء كويس برضو في التبديل اللي هو نزل فيه. بس انت بقى هنتكلم في نقطه اللي هو المركز بتاع رافينيا. انا حاسس اللي هو مش مقبول قوي، مش حاسس اللي هو عمل اي حاجه. انا كنت شايف اللي هو يبقى ناحيه الشمال، عكس ايه يا معلم، اللي انت يا معلم ما تحطش فران توريس، خليه هو بديل. يعني انا اعتبر انا مش معترف برضو، واكترية الناس اللي بتتفرج لا اله الا الله عارفه اللي فران توريس بيبقى كويس في التبديل بس. جيت ناس نور فيس ترامب اناناس، خلص الموضوع يا معلم، مش عايزين نقاوحه. بس احنا اللي بنتكلم فيه يا معلم اللي انت لازم تركز شويه في حوار حساباتك، في حوار اللي انت بتختار التشكيله. ويعتبر اللي مبين لك اللي انت الاصابات مطلعه ميتين ابونا، وبلدي كان مصاب يعني خارج مصاب، بس اتمنى ان هي تكون اصابه صغيره يعني. وحوار بدري لما نازل الاصابه باينه فيه، ومنك لله يا توني كروس انت اللي طلعت ميتين ابونا، حرام عليك والله. الراجل مش قادر يجري برضه يعني، بما ان اللي هم النهارده ضيعنا كتير. ويعتبر اقول لك ما حتى الماتش انت بتقول عليه جيد عشان الماتش رايح جاي. وحوار اللي انت اللي مسوحك تير شتيجن، انا مش عارف هو ايه الدنيا معاه. مضغور في ده يا اسطى، مضغور في ده. ما انت ما تبقاش انت جايب لي كوره، تبقاش جايب لي كوره يعني فاهم، ما تتصدش وتجيبها، وكوره هلس تخش فيك، مش ناقص عطل يعني.
بس نرجع برضو نقول اللي هانز فليك عامل حاله كويسه وعامل روح كويس، بالرغم ان هو ما كانش بيتكلم رياكشنه باين. تقول لي هو لحقنا نعرض دلوقتي، لكن لا، حاسس ان هو فارد اسلوب شويه في نسبه الحوار الضغط عامه لما بيتفقد منك كوره، ومخلي عامه فالنسيا انت مخليها بتفضل ترجع للجون للمدافع، الجون للمدافع، الجون للمدافع، الجون للمدافع، بس ما خليتهمش اللي هو يعملوا من العمق يبتدوا هجمه او يبنوا هجمه او اي حاجه. وده اللي انا مبسوط منه، واللي بان قوي 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 في اخر ربع ساعه. ربع ساعه ده اللي فرقت قوي. وحوار لامين يامال هو نسبيا لسه ما ظهرش قوي، الفرص ما كانتش قوي، وحط في بالك اللي انت مبسوط النهارده اللي انت كسبت عشان انت في ملعب رخم شويه بتاع فالنسيا، عنصريين شويه، بس انت هتعمل ايه يا معلم؟ عديت وبمكسب كبير. وانا نفسي يعني في حوار اللي هو الاصابات ترجع، ونفسي يعني يعتبر يعني الواحد يتفرج كده اللي هو يشوف جناح كويس يا اسطى. انسو فاتي انا نفسي يرجع، ليفاندوفسكي انا نفسي بقى يرجع لفورمه بقى البايرن ميونخ اللي رزعنا 8-2 دي. انا عايزها دي، انا عايز الاهانه دي، انا عايز اخد على وشي يا عم، اديني على وشي وجيب جوان. اسمع علينا يعني. ده كل الموضوع، واتمنى اللي هانز فليك يلعب بالطريقه دي ويفرد اسلوبه، ولا نوش من هنا ولا نوش من هنا. واللي عجبني اللي هو في حوار الصحافه هو لامم الدنيا، ما بيقولش كل حاجه بصراحه. ولو عايز يحاور يا صاحبي، هو عايز يحمي النادي، يحمي لعيبته، توجعش انت دماغنا ويحرق ميتين الصحافه واللي ادالكوا كارنيهات الصحافه في اسبانيا، وخرب بيت ابوكوا عشان انتوا ناس مدلسين بقى، عشان هي مش ناقصه قرف. ونفسي بقى لحد اللي هو يبقى واحد عنده ضمير يعرف يمسك الاداره، ولا لابورتا ولا مش عايز اشتم بس. فيلا سلام و بونويخ.